اهلا بيكم، معاكم شهاب خالد، والكلام على ايه؟ دي طريقة تانية ليهم بيها. مش هينفع تنزل القاهرة دلوقتي عشان كمان شوية الدنيا هتليل. كلامنا النهارده عن مسلسل الهرشة السابعة بطولة أمينة خليل والفنان القدير محمد شاهين. في ال11 حلقة اللي فاتوا ظهرت لنا أمينة خليل بشخصية جديدة نوعا ما عليها، إن هي دايما بتحب تعمل دور الست اللي قادرة والست اللي بتعرف تاخد حقوقها من الراجل والست العصرية أو الفيمينست أو أي مسمى انتوا حابين تسموه لها، بس المرة دي هي عملت ست توكسيك. يعني السنة دي أمينة خليل تفوقت على نفسها في إن هي حتى ما تطقش الدور اللي هي عاملاه. الدور اللي هي عاملاه هي ست بالنسبة لي يعني عصبية جدا، بتتخانق من أقل حاجة، أنانية بشكل كبير جدا، شايفة إن هي مظلومة وعايشة دور الضحية. عمري ما أقبل يوم إهانة. يعني فيها كم عيوب مش طبيعي. وعلى النقيض الناحية التانية، يعني جوزها محمد شاهين في المسلسل عامل شخصية راجل بارد جدا، عصبي، بس اللي هو عصبيته مش موجودة في راجل مصري. يعني ما اعتقدش ان هو ممكن حد يتحط في الظروف دي ويتعصب بالمنظر ده. وفي نفس الوقت راجل هو متحكم في اعصابه لاقصى درجة، فانت عشان تتحكم في اعصابك لاقصى درجة فانت لازم هيجي عليك وقت من الاوقات يعني هتنفجر. تعالى انتوا عايزين تطلعوا الكلب اللي جوايا. في اللحظات اللي انا كنت بشوف انه المفروض ينفجر فيها هو كان بيديني حق ان انا بمثل، انا واخد دور شخص عنده مشاكل نفسية. يعني انا شايف ان محمد شاهين في المسلسل انت المفروض في اللحظة دي بتزعق، خلاص بقى انت هنا عديت الاكستريم، يعني انت هنا وصلت لاخر مرحلة العصبية. ففيما بعدها بقى ما بعدها ده مش موجود، معرفش ليه مش موجود. الحتة دي من وجهة نظري انا شايف ان الحتة دي لو كانت موجودة، ان هو انسان لما بيتعصب ويعدي مرحلة العصبية، فأمينة خليل كانت ناجحة في انها تعمل ده كذا مرة. انا ياما حاولت وخلاص فقدت الامل اللي انت مستغليها. قلت لك ان انا ما سبتهمش. محمد شاهين كان بيحاول يوصل لك ان هو، انا حاسس ان المؤلف موقفه في حتة قال له لا انت اخرك بعد ياما هيرجع في وشنا اللي هو دي، بس انت اخرك اللي انت تبقى عامل كده وتنام. مش حمل هاري خالص. بلانز. طب وبعدين يعني انا كراجل مصري بتفرج على المسلسل، انا دمي اتحرق. انا دمي اتحرق من تحكمات امينة خليل في محمد شاهين، دمي اتحرق من مشاكل امينة خليل مع محمد شاهين، انا دمي اتحرق من تصرفات امينة خليل مع محمد شاهين. يعني انا دمي اتخنق من الشخصية اللي في المسلسل اللي عاملة دورها امينة خليل، لدرجة ان هي فعليا نجحت في انها تكرهني في الجواز. انا راجل واثق ان انا جيت هنا اساسا، ونجحت في انها توصل رسالتها ان الجواز ده لعنة، وان الجواز ده حاجة مش صح، وان الجواز ده حاجة غلط، وان الجواز ده خلاص بقت موضة قديمة، وان هو انت تعيشي مع واحد شوية لقيتوا نفسكم بتتعصبوا مع بعض فتسيبوا بعض بقى خلاص، يعني تشوفوا لكم بقى. يعني انا حاسس ان المسلسل ده بيشجع على المساكنة. طبعا بحب مصر، بحب مصر بجد حاجة مش منطقية للعقل خالص. وبعدين انا عايز اتكلم على حاجة، لو الراجل راجع من شغله وحس ان هو مثلا مراته هتغسل له رجله او هتعمل له اي حاجة، هي هنا مش جارية، هي هنا ما بتتصنفش جارية، هي هنا بتتصنف انها بتحب جوزها، انها شايفاه ظهرها وامانها وحنية الدنيا كلها فيه. ما تخافش يا حبي، حتى لو انت مش ادخن وسيم، انت في نظري اوسن تخين. هو ايه اللي اوسخ تخين ده؟ فهي من حبها فيه بتحاول تسعده باي طريقة. والراجل مش عبد، الراجل مش خدام، يعني الراجل مش عبد عشان يطلع عينه في الجامعة ويطلع عينه في الجيش وبعد الجيش يطلع عينه في الحياة عشان يعرف يجيب تمن المهر ولا الشبكة ولا وانت كل ده قاعده في بيتك او ايا كان بتشتغلي. انت محدش هيقولك اشتغلي، محدش من اهلك كلهم هيقولك اشتغلي بعد الجامعه. ده عالم صايع يابا. انت نفسك وانت لما بتلاقي ضغط مذاكره عليكي بتجروا تكتبوا على الفيس وتجروا تكتبوا تقولوا لا انا عايز اتجوز واقعد في البيت احسن انا ماليش في التعليم. وفي منكم اللي بيبقى ليه في التعليم، وفي منكم كبنات، يعني رسالتي هنا للبنات، وفي منكم اللي بيبقى عايز يكمل ويشتغل. اشتغلوا وكملوا، بس في ثوابت وفي قواعد لازم نمشي عليها. زي ما انت مش جارية انا مش عبد. لو انت حابه تشتغلي خلاص امنعوا بقى الشبكه والمهر والحاجات دي، وانت اشتغلي وانا اشتغل، وانت تصرفي على نفسك وانا اصرف على نفسي، وبلاش بقى نكمل وبلاش نتجوز.
ابوك في زغورس يالا. ونمشي بقى المسلسل زي ما بيقول. يا جماعه الجواز اتبنى على الموده والرحمه، ما اتبناش على المنظر ده. مفيش حاجه اسمها ان المسؤوليات اللي عندي في حياتي ان انا ابقى شايلها ومسؤول عنها، واجي اتخانق مع حد، مع شريك حياتي مثلا فيها، الاقيه بيقول لي انا بعمل وبسوي وانا اقول له انا بعمل وبسوي. يعني المشهد بتاع محمد شاهين وامينه خليل وكل واحد بيتكلم فيها عن دوره في الحياه. حتى الهدوم انا مش عارفه استحمى، انا عايزه استحمى. وعليكي وعلى ريحتك المصننه. اتحول ان كل واحد بيقدم تضحيات. فين التضحيات؟ انت متجوز عشان ايه؟ عشان تخلف عيال وتربيهم وتطلعهم احسن منك. طب انت هتعمل كل ده ازاي وانت من جواك شايف ان اللي بتعمله ده انت المفروض ما تعملوش؟ يعني انت محسسني ان انت من جواك شايف ان كل المسؤوليات اللي عليك دي انت بتعملها كنوع من انواع التضحيات. لا يا جماعه، المسؤوليات مسؤوليات. المسؤوليات احنا بنحط نفسنا فيها عشان احنا حابين نعيش حياه صح، ومش عاوزين نكون متدلعين ولا نكون ان احنا قاعدين ما عملناش حاجه في حياتنا وبنرجع نشتكي في الاخر ان احنا ما عملناش حاجه في حياتنا. احنا كشباب بنرجع نشتكي نقول احنا ما عملناش حاجه في حياتنا، احنا عمرنا ضاع في اللعب، احنا عمرنا ضاع في مش عارف ايه. طب ما انت لما بتيجي تهتم بالمسؤوليات بتبص بعدها تلاقي نفسك بتتكلم عنها كتضحيات. لا يا حبيبي، دي مش تضحيه. انك تخلي بالك من بيتك ومن مراتك ومن عيالك دي مش تضحيه. انك تروح شغلك كل يوم وتعافر في شغلانه تانية وتالتة وتحاول تبقى في مستوى احسن انت وعيالك دي مش تضحيه، دي مسؤوليه. وانك تقعدي من الشغل عشان بيتك شايفه ان انت مقصره فيه جامد، او تشتغلي مثلا شغلانه تانية غير اللي انت بتشتغليها عشان اللي بتشتغليها بتخلص في وقت متاخر، دي مش تضحيه. ده انت كده بتحاولي تحافظي على البيت، انت كده بتحاولي تعملي الحاجات اللي انت بتحبيها بس وفي نفس الوقت تحافظي على بيتك. والراجل على فكره لما بيروح شغلانتين وثلاثه واربعه دي مش حاجه مطلوبه منه، هو ممكن يروح شغلانه واحده ويروح يقعد مع اصحابه ويبقى يرجع يقعد معاك. هنا هيتشاف انه راجل اناني. بس الست لما تسيب شغلها او توفر وقت لعيالها اكتر من الوقت اللي بتقعد فيه في شغلها بيتقال عليها انها ست مضحيه. لا، انت كده مش مضحيه ولا انت مضحي. انتوا عندكم بيت ومسؤوليات لازم تاخدوا بالكم منه، ولازم تدوا وقت لنفسكم ترتاحوا فيه او تغيروا فيه جو او تعملوا حاجه انتوا بتحبوها. هي دي المشاركه. ودي كانت نهايه الحلقه بتاعت النهارده، اتمنى انها تعجبكم. ولو حد مختلف معايا يا ريت يشاركني في الكومنتات. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. والكلام على ايه؟